كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة صابليه العيد بشكل رائع وخطير بالطريقة الجميلة السهلة البسيطة دي. زي ما انتم شايفين كده، بصراحة حاجة تفتح النفس. أول حاجة بقى معانا المكونات بتاعتنا 350 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، ونص كوب من السكر المطحون، ومعايا نص كيلو من الدقيق، واتنين بيضة عليهم معلقة من الفانيليا. أول حاجة بقى عايزة أضرب الزبدة بتاعتي مع السكر كده بالشكل ده. هبدأ أحط السكر على الزبدة وأضربهم بقى ضربا مبرحا. أنا عايزة القوام بتاع السكر والزبدة يبقى كريمي كده. اضربي اضربي شوية حلوين لحد ما يبقى القوام كريمي بالشكل ده. هبدأ أضيف بقى بيضة بيضة عليهم الفانيليا كده، واضربي اضربي كويس جدا لحد ما يختلط البيض بالعجينة. واحط بقى الدقيق بتاعي. الدقيق ما ينفعش احط عليه بيكنج باودر ولا اي اضافات، دقيق بس كده بالشكل ده، والم العجينة لحد ما تبقى طرية خالص عشان تبقى سهلة معايا في التقطيع بالشكل ده كده. العجينة دي كده مظبوطة. هبدأ بقى افرد العجينة بتاعتي بين كيسين. افرديها بأي طريقة بقى، افرديها بإيديكي، بنشابة، بعجلة كده زي ما انا عملت، اي طريقة او اي حاجة متاحة بالنسبة لك بالشكل دوت. عايزاها تبقى وسط، لا سميكه ولا رفيع. هبدا اقطع بقى كده. انا عندي اشكال كده على هيئه دايره. هقطع كده بالشكل دوت كده، وهبدا افرغ الدواير كده، نص الدواير اللي انا عاملاها كده عشان اطلع القلب الصغنطوط الجميل ده، عشان ازوق بيه بالشكل ده. اي حاجه عندك بقى قطعي بيها المتاح عندك كده. وده قلوب كده برضو كده بالشكل دوت. وهفرغ برضو القلوب دي من فوق بدواير مزركشه كده بالشكل ده. الحاجات الصغيره دي بتستوي بتبقى جميله، وبستعين بيها بقى في التزويق، بتبقى خطيرة بصراحة. ده جزء من التقطيعات اللي انا قطعتها. ببدأ اطلع العجينة بتاعتي. شايفين السمك بتاعها عامل ازاي كده؟ لا رفيع ولا تخين. هبدأ احطها في الصواني والصاجات بتاعتي. واهم حاجة بقى التسوية، لازم تكون على نار وسط كده بالشكل دوت لحد ما توصل للون اللي انتوا شايفينه كده. انا بقى حطيت كل التقطيعات بتاعتي على بعضها كده عشان تبقى سهلة في التزويق بالشكل ده. هنعمل اتنين كده مع بعض او تلاتة و... وانتوا بقى ليكوا حرية الاختيار. هبدأ ألزق الصابليه بتاعي كده بالشكل دوت. هلزقه بمربى المشمش. مربى المشمش جميلة، مبيبقاش فيها قطع. وعندي كيس حلواني كده بالشكل دوت. هبدأ بقى أحط بيه. ده بتبقى طريقة سهلة عشان التلزيق. وأبدأ أحط كل اتنين شبه بعض زي بعضهم كده كده بالشكل دوت. وممكن ألزق حاجة من اللي عاملاها المفرغة على حسب الرغبة بالشكل ده. ده جزء من بعض التزويقات كده بالشكل ده. أنا في التزويقات بقى هجيب الشوكولاته الخام كده السودا، هسيحها على البخار وابدا الزق كده. دي واحده من المفرغه، احطها على مربع من السليم بالشكل دوت كده. وهبدا ازوق بقى بالفستق المجروش. ممكن استعين بالشوكليت شيبس، الشيكابون، الفورماسيل، المكسرات، اي حاجة عندي متاحة. وده برضو شكل تاني كده عملته بالشوكولاتة البيضة، ما بتحطش عليها اي اضافات، وبسيحها برضو على بخار مية. حطيت اتنين كده من اللوز على الشكل الابيض، ادت شكل جميل قوي بصراحة. اعمل لها كده تطعيمة صغيرة من اللون الاسود بالشوكولاتة الخام. بقت شكلها خرافة بصراحة. ممكن احط عليها مثلا شوكليت شيبس، تبقى شكلها حلو برضو كده بالشكل دوت. الصابليه الاسود حطيت عليه الابيض. ودي بعض التشكيلات اللي انا عملتها كده. انا طلعت كل اللي في التلاجة عندي وزوقت بيه بقى شيكابون، لوز، مكسرات، شوكليت شيبس كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وكان عندي كريز برضو زوقت بيه كده بالشكل ده. شكلها خطير ورائع. لو عجبكم بقى الصابليه بتاعنا، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.